مالك؟ متكلمش معايا. ليه؟ مخنوق يا جدع، مخنوق. من ايه؟ هو مش مخنوق، مش عارف يا اسطى. مالك طيب؟ مش عارف، تعبان يا اسطى. تعبان او من مش ايه؟ تعبان، مش عارف انام. ما بعرفش انام او بنام، مش عارف والله. اجمد كده ولا لا بص، ما تعيطش، مش عايزك كده. ها كل يوم اجيبك من عايز تنط وتعمل. انت بتسيبنا نط؟ اسيبك يعني؟ يا ريت. دي كانت محاولتنا الفاشله ان احنا نعمل سكتشات، فكانت فكره مش هتحصل تاني يعني. حلقه النهارده ناوينا ان احنا نغير المواضيع اللي بنتكلم فيها كلها هزار او هلس يعني وتضحك، فقلنا بقى نروح للمواضيع الاكبر من كده، الحاجات الجد، وهو الاكتئاب. يلا جاهزين؟ لا. احنا في الحقيقه مش عارفين هنقول ايه في الاكتئاب او الاسئله المحدده يعني، بس احنا فاتحين الموضوع واسع عشان لو حد مكتئب بعد الحلقه دي هيكتئب اكتر او يخلص الموضوع او يخلص الموضوع ده خالص يعني من الاساس. بس انا في حل الاكتئاب. ايه حل؟ الانتحار. هو قال وسائل الانتحار في حالة الثانوية. الغرض من الحلقه دي ان احنا نوضح او فكره اكبر واسعه للاكتئاب والمجتمع ازاي بيتعامل معاها. ممكن ناخد شويه من الامراض النفسيه التانية، مش شرط يبقى الاكتئاب يعني لو حد بيعاني من حاجه سواء ايا كان يعني هنتعامل معاها ازاي. عشان كده والفيديو ده مهم قوي 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 ان احنا ما كناش نجيب فيه يوسف سمير، عشان يوسف سمير ما يعرفش يتعامل مع الحاجات الجد اللي زي دي، كان يقعد يهزر ويهلس وليه احنا زعلانين ولينا مش عارف ايه، صح؟ والله كان يعمل كده. انا حاسس ان يوسف سمير ده مكتئب بس لابس وش الانبساط. انا بقى طب نيجي نتكلم في الموضوع. فيلم الجوكر. بحس سيناريو فيلم الجوكر. بحس ان هو من جوه ميت. لا، من جوه مش سالك. كنت اكيد مش هحط الكلام ده في الباب. اكيد لا، اكيد لا. اكيد. نخش بقى في الموضوع. الاربعه اللي قاعدين دلوقتي دول المفروض ان هم في طب، فالمفروض هم هيتكلموا في الموضوع من وجه نظري ووجه تاني عملي في الموضوع، بس غالبا يعني محدش فيهم يعرف اي حاجه من اللي هو هيقولها. فما تاخدش الموضوع على انه اللي هنقوله ده هو العلاج او تكبر في الموضوع او ايا يكن، او مصدر صح فعلا. احنا ما قرناش اصلا عن الموضوع فبنهري وخلاص، بس على الاقل بنحاول نساعد الناس اللي حوالينا بفكرنا او بذكائنا تجربتنا يعني. فمن هنا بقى من تجربتنا دي ناخد الخيط بتاع اول سؤال ونسأل: هل في حد فيكم مر بفترة اكتئاب قبل كده او ما يشبه يعني الاكتئاب؟ انت شكلك اصلا واحد هتلاقي اي حد يشوف الفيديوهات بيقول انت في واحد فيكم مكتئب، فانت مكتئب ليه؟ انا مش مكتئب والله. انا الفكره بس ان انا هادي، ممكن اكون هادي زياده عن اللزوم بس انا مش مكتئب. وملامح وشي برضه تدل ان انا زعلان طول الوقت او حاجه، حتى اشرب بلاستيك قالها بس انا مش مكتئب في الحقيقه. انا عادي، انا مبسوط، بفرح وبزعل وانسان طبيعي يعني. تحكوش ليه؟ انا هموت في مش اكتئاب اللي هو بمعنى اكتئاب اللي هو اكتئاب حاد بقى والحاجات دي. لا، بس هو فترة يسطا تحس ان هي فترة ضياع كده، ماشي. بعد الثانوية على طول، اول ما النتيجة طلعت ماشي بعدها حسيت يسطا طب وبعدين بقى، فاهم يا كده خلاص خلصت ومش عارف ايه، وقاعد يسطا حسيت فعلا ان انا مكتئب. وكنت زعلان فعلا، مش عارف زعلان ليه او على ايه، بس حسيت يسطا ان انا بعد كده مش عارف هعمل ايه. فمفيش حاجة واضحة قدامي اعملها. تمام. بس فهي دي الفترة اللي كانت في حياتي اللي انا كنت زي ما تقول كده مكتئب فيها شوية، انما غير كده انا عادي. ما كانش ليها تجربة واضحة قوي مع الاكتئاب بالشكل اللي انا اقدر احكيه لك يعني. تمام. انا عندي اجابه مختصره، لا ما كان حصلتليش بصراحه، ما حسيتش قبل كده ان انا مكتئب يعني. تمام. عايزين نعرف اي حاجة. يا ريت. طب استنى. بس طبيعي الواحد بيعدي بفترات، هو انت دايما طالع ونازل يعني، ساعات ممكن
تشوف ناس حواليك او تقرب من ناس تحسهم بيعملوا عايشين حياتهم بشكل مختلف عنك، ممكن عندهم حاجات مش عندك فتحس انك في حاجه ناقصاك، او تحس انك كان ممكن عندك فرص تستغلها بشكل احسن، فتحس انك متضايق على حاجات راحت. فبتبدا تنزل لحد ما تتعود على الموضوع، وتحس انك ترجع تاني لنفسك العاديه، انك تبقى كويس تاني وترجع عادي. بعد كده تخش مع ناس جديده تحس ان في حاجات فاتتك وفي حاجات ناقصاك. فهو الفكره بس انك تتقبل بس ان الحياه طالعه ونازله، ما تبقاش لما تخش في النازل ما تحسش انك تطفي النازل ده دايما بس يعني. تمام. يعني حل الاكتئاب في التقبل. مش في تقبل الاكتئاب بس، انك تبقى متقبل ان هو فتره، لو طول بقى على الفتره يبقى روح بقى شوف حد متخصص. ايوه صح. وانت ايه؟ احييك على انا ايه؟ اه انا ما حسيتش قبل كده ان الموضوع طول معايا خالص، ان هو ما عنديش بصراحه نصيحه في الموضوع دوت على الفتره، بس انا ما حسيتش قبل كده ان انا طولت في فتره انا زعلان فيها يعني، الحمد لله. تمام الحمد لله. انت يا عبد الله، لا انا طبعا. متاكد مليون في المية ان انت ما اكتئبتش قبل كده يعني. لا صح؟ لا ده بياكل. لا ما عنديش حتى تجربة سابقة. حتى الفترة اللي كنت متضايق فيها ببقى عارف انا متضايق ليه. اللي هو مثلا بتبقى عدم رضا مثلا، هي دايما بتبقى عدم رضا بقرار معين او طب ليه ده ما يبقاش بقدر اكتئاب؟ معين، لان انا عارف السبب. اغلب هو المكتئبين ما الاكتئاب تعرفش. ايه علاقته بالسبب؟ بيبقوا عارفين ان هو متضايق مثلا، جاست متضايق مش عارف، ملوش اي سبب، ملوش اي حاجه، وبيدخل بقى في اكتئاب زعل وكده. لكن انا كل القرارات اللي أنا كنت في الفتره اللي انا زعلان فيها، انا مثلا زعلان عشان عارف ان انا مش راضي بحاجه، هي الحاجه دي بقى سواء حاجه انا اخترتها بايدي او حاجه حتميه عليا. لكن فتره كده مكتئب وقاعد زعلان كده لوحدي، لا. يعني انا بتقبل حياتي جدا الحمد لله، وراضي بكل حاجه في حياتي، كل حاجه حرفيا، بشكلي، بحالتي الاجتماعيه، الماديه، كل حاجه. فراضي الحمد لله كل حاجه. حتى القرارات بس الوحيده اللي فعلا الفتره اللي ما كنتش متضايق فيها، هتلاقي الفتره اللي كان فيها قرارات مثلا بقى زي فتره دخول الكليه، كنت قاعد متضايق فتره لاني مش راضي مثلا عن الكليه، فاهم؟ قرار حصل في حياتي انا مش راضي عليه، فبس انا بتضايق فتره وارجع بقى. بس انا باخد ممكن فعلا اتضايق مضايقه كتير فشخ، لدرجه ان ممكن حد يشوفني يقول عليا لو انت مكبر الموضوع قوي بتاع. بس انا فعلا بدي كل حاجه حقها، حتى الزعل وكده. بس ببقى عارف انا متضايق ليه. لكن اكتئاب لا، مستحيل يعني، الحمد لله. تمام. نخش بقى على الموضوع التاني، هو المهم بقى بالنسبة للناس. في ناس كتير بتشوف ان موضوع الاكتئاب ده مبالغ فيه. لو انت رحت قلت لحد ان انا في حالة اكتئاب، هيقول لك ده دلع، ده يعني انت بتدلع، بتستعبط، مش مسترجل، مش عارف ايه، الراجل ما ينفعش يكتئب، والبنت وراها حاجات تعملها اهم من انها تكتئب، والكلام ده كله يعني. فهل اصلا لو حد جه قال ان انا مكتئب، في ممكن يكون نسبة ان هو بيتدلع، ولا هو اي حد بالنسبة له ان هو يقول ان هو مكتئب يبقى هو خلاص، انا مهم عندي نظرته للموضوع ان هو مكتئب، مش مهم عندي هو بيتدلع ولا لا؟ وازاي نتعامل مع المجتمع اللي اصلا بيقول على اللي بيكتئب ده، او اللي بيعبر عن شعوره ان هو بيتدلع؟ بص، هو انا اكيد اجابه نص السؤال ان مش كل حد يقول انا مكتئب او مكتئب. في ناس بتدور على الاهتمام بتاع الناس، وفي ناس شافت الموضوع ترند فبتحاول تعمله وخلاص، في اكيد كده. بس السؤال ده اللي انا بساله لنفسي، هل انا مستعد اراهن رهان كبير زي ده؟ يعني هل انا مستعد ان مثلا يجي شرشر يقول له انا دلوقتي مكتئب، فانا اقول احتمال يا عم 99% ان هو يبقى بيتدلع، 99% ان هو يبقى بيقول كده خلاص عشان الاتنشن ولا عشان ده ترند. بس في احتمال 1% ان هو بجد محتاج مساعده، وبجد ان انا لو حسسته ان انا بقول له بيتدلع ان هو يروح يعمل حاجه في نفسه او حاجه. انا بصراحه شايف ان الرهان دوت انا مش جريء كفايه ان انا اخده، ما اقدرش اخده، لان هو لو قلت ان هو 99% بيتدلع وطلع فعلا بيتدلع، خلاص بقى كده ما وصلش حاجه. لكن لو انا حسيت ان هو بيتدلع، وحسسته ان هو بيتدلع، وما اهتمتش بيه وما اهتمتش الموضوع بشكل كافي، وعمل حاجه في نفسه، انا عايش طول حياتي بذنب انا مش قده. فانا شايف ان انت 99% من الناس بتدلع، ناس كتير جدا بتقول عندي اكتئاب وهم ما عندهمش حاجه وبيعملوا كده وخلاص، وبيسرقوا. بالعكس، ده ناس مش كويسه، انهم بيسرقوا الاهتمام من الناس اللي فعلا عندها مشكله ومحتاجه مساعده. بس انا ما اقدرش يعني، لو انا عندي القدره هحاول اوزع نفس القدر من الاهتمام ونفس القدر من تكبير الموضوع، مش هصغر موضوع حد علشان ما يعملش حاجه في نفسه بسببي، وانا عايش طول حياتي بالذنب دوت. رغم انا ما اقدرش اخده يعني، ان انا اقول ان الشخص دوت بيتدلع. الكلام كنت اقول ان فعلا دلوقتي زي ما عبادي قال ان حاسس اصلا ان الاكتئاب دلوقتي بقى ترند، موضة. بقى حاجه شبه موضه او كده. بس في وسط الترند ده في ناس مظلوم. في ناس كتير جدا عندهم اكتئاب بجد. والمشكله في الناس اللي هم عندهم اكتئاب بجد اللي هم ما بيقولوش. يعني هو فاهم، بيحس طول ما هو في وسط الترند والناس عماله تقول ده انا عندي اكتئاب، انا عندي اكتئاب، انا عندي اكتئاب، وهو بيكون تعبان بجد. بس هو بيحس الموضوع عادي او بيقلل من قيمه الموضوع. فاللي انا عايز اقوله دلوقتي ان الاكتئاب مرض فعلا موجود في الكتب وبيتشخص وبيتعالج. ومش غلط انك تقول انك عندك اكتئاب او تروح تتعالج منه. الغلط انك تفضل متعايش مع وضع انت مش مستريح فيه
عشان بس خايف من نظرة الناس ليك، او حكم الناس عليك بانك عندك اكتئاب او حاجة، بس يعني وكده. تمام. بطل احفظ. كم جد؟ البطارية بتاعت الكيلاني. كان ليك يا عبد الله حد من صحابك شاكك ان هو مكتئب وجه قال لك ان هو مكتئب؟ بس كنا بنقول بيتدلع بصراحة. يعني لا هو عم بلاش اقول الحتة دي يا عم، والله يرحمه دلوقتي. قول. لا يا عم خلاص، كنت عشان قريب الناس بيتفرجوا على الحلقة. ما دي مهمة. خلاص. لا قول وما تقولش أصل ان هو ابن عمي قريب، يا اسطى، قول لا. الحلقة حاجة وما تقولش تفاصيل. ابن عمي وكنا، بس هو في الفترة دي لو كنت بقى بحكم ان انا سافرت وكده، فما كنتش انا عارف هو كان مثلا كان بيرتاح لي بصراحة وكان بيتكلم معايا كتير وكده، بس كلامنا قل في فترة اللي انا سافرت وحكم ان انا سافرت، بس لسه بنتكلم يعني ستيل كده. بس دايما كانوا البيت عنده يعني بيوصفوه ان هو بيتدلع، وعشان هو كان فعلا باباه بس بيحبه شويه وبيدلعه شويه، فهو كان متدلع عن اخواته، فهو دايما يوصفوه ان هو ده من الدلع الزياده وكده. بس فعلا هو فعلا اثبت بعد كده ان هو كان زعلان بجد، وكان اتشخص بعد كده فعلا ان هو في حاجه بتضايقه وهو ما عرفش السبب يعني. مم. بس يعني كوجهه نظر انا، يعني مش كتجربه انت تقول اللي حصلت معايا، كوجهه نظري هتقول لي دلع ولا لا، اقول لك هو ترند فعلا. يعني المفروض البني ادم يبقى فاطن كفايه او ذكي ان هو يقدر يلاحظ مين فعلا الاتنشن ومين اللي هو كده. بس زي ما عبادي قال، هو رهان صعب فشخ انك تعرف حاجه زي دي، لانها فعلا ممكن حد يكذب ويصدق الكذب. عارف انت الحوار ده، يكذب او يصطنع ان هو مكتئب فيصدق، فيحصل فعلا ان هو يدخل في الموضوع بنفسه يعني. سوماتيك ديس اوردر دي مش فاكر اسمها ايه. بص سايكوسوماتيك. ماشي. هو فعلا اصطنع ان هو مكتئب وكده، فانت المفروض ايه، نلاحظ ان انت هو مش موضوع زعل عادي فكله بيزعل وكله بيتضايق وكده، بس ما تطولش في الموضوع عشان ما تقلبش عليك بنتائج عكسيه. يعني فعلا انت تتصنع انك مكتئب فتلاقي نفسك مكتئب، الموضوع ده اغلبه في العيال بتوع تويتر يعني. لو حد من صحابك جالك وقال لك انا مكتئب، او اخوك او ايا يكن، ايه الصح او التعامل معاه المظبوط؟ بص، هو الصح اول حاجه انك ما تحطوش تحت موضع السؤال، يعني ما تحسوش ان انت انترفيور وجاي تاخد منه اسئله واجابات، اللي هو انت مكتئب ليه، طب ليه مضايقك، طب حصل ايه اخر مره، انت مش بتاخد منه هيستوري يعني. لا، انت حاسس ان الموضوع بشكل ودي عادي ان شاء الله، حتى لو تاخده تتمشى كده وخليه يفضفض، هو اللي هو اللي يتكلم، هو اللي يعمل. هيبقى صعب عليه ان هو يتكلم في الفتره دي عامه، بس انت بتحاول بقى تبقى ذكي شويه انك تكلمه او تبدا تتكلم معاه وتتفاعل معاه، بحيث ان هو تاخد منه حاجه حتى لو اجابات اندايركت شويه. بعد كده اول ما بيرتاح لك هو بيبدا يتكلم عادي يعني، حتى لو صاحبك مضايقك، ده الاسلوب اللي بتتعامل معاه بيه يعني. فانت بتبدا بقى تحدد هل هو فعلا في مشكله كبيره فشخ وكده وهتعرف تحلها انت، ولا هل هتحتاج مساعد، يعني هتحتاج مساعده من بره، محتاج دكتور مثلا، راي اخصائي، هتحتاج ناس تانية من صحابك، ممكن يكون بيرتاح مع ناس تانية، مع شله تبسطوه اكتر وكده. بس فعلا لو هو اكتئاب بجد، انت اكيد مستحيل تعرف تحله لوحدك، فهتحتاج بقى ادويه والجو ده. بس هو الصح انك ما تحطش بريشر عليه ان هو يديك اجابات، يعني ما تحطش عليه انت متضايق ليه، زعلان ليه، انت بتدلع، انت بتعمل. لا، ما تحطش بريشر عليه، سيبه براحته وسيبه يتكلم براحته خالص. بس وما تقللش من زعله، لو فعلا لو هو زعلان بجد ما تقللش من زعله، وخليه يعيش التجربه، خليه يعني حتى لو خلاص هو مش مكتئب، هو جاست ان هو متضايق بس. لا، خليه بس يبدا يتكلم ويفضفض عن اللي جواه، وتبدا انت برضه اللي هو ايه، ما تخلوش يتجنب الشعور، يعني معظم الناس بتتجنب الشعور فبيتراكم جواها، فتبدا بعد كده اللي هو مثلا الالم بتاعه ضعف فعيط. لا، عيش التجربه، ازعل، خد حقك في الزعل، بس ما تخلوش ياثر عليك ويطور معاك، خد حقك وازعل بجد، واعرف الموضوع ده ليه يزعلك، وافهم شعورك، افهم انت ليه متضايق من الموضوع ده، ليه زعلان منه، عشان بعد كده لما يحصل لك تبدا تتفهم شعورك. ما تبقاش عارف ان انا متضايق من ايه، لا ما اعرفش، لانك كل مره بتقعد تراكم جواك حاجات التافهه فعلا بتبدا تعصبك، حاجات التافهه بتبدا تاثر عليك. لا، عيش الشعور ازاي، عيش كل حاجه وتخطاه وافهمه عشان ما تراكموش جواك. تمام. انت لو حد جه قال لك يا كلاني انا مكتئب، المفروض ان الحد ده مهم بالنسبه لك، هتقول له ايه؟ انا شايف ان كلمة اكتئاب دي كلمة كبيرة اوي، وما ينفعش اي حد حتى لو كان مكتئب فعلا يجي يقول لي انا مكتئب، عشان الناس الحقيقية اللي عندها اكتئاب فعلا ما تضيعش في وسط الزيطة اللي بتحصل دي. بس لو جه فعلا حد فعلا عنده اكتئاب وجه قال لي انا عندي اكتئاب، او زعلان او متضايق ومش عارف انا متضايق ليه وشايف الدنيا سودة في وشي وكده، اشوف هل هو فعلا الاعراض اللي عنده دي تتناسب مع الاكتئاب فعلا ولا لا، وهي زيادة عن اسبوعين ولا لا، عشان ده اللي قريته يعني في الموضوع الاكتئاب. لو كملت معاه زيادة عن الاسبوعين او حاجة وما تحسنش، ماشي، فهبدأ بقى اشوف حد متخصص
ماشي، وابدا اروح بيه وافهمه ان الموضوع عادي جدا، ومش عيب انك تروح لدكتور نفساني، او مش عيب انك تاخد ادويه اكتئاب. بس وهبدا لو رحت وطلع اكتئاب فعلا، بس ان شاء الله يتعالج منه ويبقى كويس يعني. تمام. بس مش هحس، اهم حاجه اصلا احسسها له اللي هو مش عيب اللي هو عنده اكتئاب او يروح دكتور نفساني او اي حاجه، عشان بالذات في مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقت حاجه صعبه أوي انك تقنع حد بالحاجه دي عاديه. صح. انا بصراحه انا بحس ان انا جبان شويه في الموضوع ده، يعني انا حاسس ان اول حاجه مش شرط اعمل كده، بس اول حاجه تيجي في دماغي ان انا ابعته لحد غيري، يا اما هقول له شوف حد من اهلك، يا اما هقول له اجيب انا حد مثلا اكبر مني يشوف الموضوع، يا اما هقول له روح لدكتور. لكن انا نفسي اتعامل مع الموضوع حاسس ان انا اجمد من ان انا اعمل حاجه زي كده، لان انا هخاف ان انا ابوظ حاجه، وانا برضه مش متخصص مهما كان، فمش يعني هخاف ان انا اقعد اقول له مثلا اساله او اتكلم معاه، لان انا عارف ان هو الناس دي فعلا الكلمه بتاثر فيها، فانا هخاف اعمل كده. بس لو مضطر، لو هو مفيش حد قدامه غيري يعني، انا اول حاجه هحاول اعملها له ان انا احسسه ان الموضوع مش ذنبه، يعني مش تقصير منه، لان احنا في مجتمعنا، احنا مجتمع متدين يعني، فممكن الناس تقول لك لا ده مثلا انت عشان بعيد عن ربنا، مقصر. انت مقصر، انت بعيد عن ربنا، انت ما بتصليش كفايه، انت مش عارف عشان بص المصحف عندك مليان تراب ازاي، وده السبب اللي جايب لك بقى كل الامراض النفسيه. دي اغبى حاجه سمعتها في الموضوع ده الحقيقه يعني. بالظبط. او انت ملبوس. وصل للمرحله ديت اكيد ما فيش، لو حد بالغباء دوت مش هتكلم معاه اصلا. لا والله انا شفت لا ناس عادي، كتير. بس عادي بتحصل. بس ماشي في الازرق. لكن المهم ان انا احاول احسسه ان هو مش مقصر في حاجه، حتى لو اللي طلع عنده دوت اكتئاب او مش اكتئاب، ايا كان يعني، اللي انا هيبقى في ايدي في الوقت دوت ان انا ما اعرفش هو عنده ايه بالظبط، بس ايا كان اللي هو فيها هحاول احسسه ان هو مش ذنب عادي يعني، حتى لو انت ما فيش حاجه معينه مضايقاك، لان هو غالبا المجتمع ما بيبقاش عارف هو متضايق من ايه، لو هو متضايق من ايه هيبقى متضايق مش هيبقى مكتئب. لكن انك عادي ما تبقاش عارف انت متضايق من ايه، وشايف الدنيا سودة وتعبان نفسيا، وبتفكر حتى في افكار انت مش عايز تفكر فيها ايا كانت ايه، هحس انه دوت عادي ومش ذنبك، ما تزعلش يعني، مش عشان انت بعيد عن ربنا، ولا عشان انت مقصر مش عارف ناحيه اهلك، ولا عشان ما بتصلش بابوك تسال عليه والشغل دوت، ديت حاجه وديت حاجه يعني. بس ده اللي انا هحاول احسسه له، وبعد كده هشوف حد متخصص بصراحه، يا اما هقول له، يا اما انا هحاول اوصل بنفسي لحد متخصص اخد نصيحته، يعني انا ادفع عنها كشف دكتور واروح له انا بنفسي واقول له ده انا عندي كذا كذا كذا، شو اقول له اعمل ايه، يا اما هجيب بقى حد اكبر مني او حد من اهلي او حد من اهله يعني. بس اللي عايز اقوله في الموضوع بتاع الاكتئاب ده ان انا شايف حته بتاعه الدلع او الترند دي مش موجوده في مصر، او لا تطبق في مصر، يعني تطبق بره. يعني انا شايف ان معظم الامريكان اللي بيقولوا ان هم مكتئبين دول نصابين، حتى اللي بينتحر منهم يعني، مش عايز اخش في الموضوع، بس انا حتى اللي بينتحر منهم، لان الامريكان وصلوا لدرجه، او في سويسرا او الناس اللي عايشه في رفاهيه زياده عن اللزوم، وصلوا ايه دول عالم اول، وصلوا لمرحله من الفضا وتقليد الترند لدرجه انه ممكن يقتل نفسه عشان كده. لا في راجل انا شفته الاحصائيه بتاعت هل تعلم دي. في راجل انا شفته على تيك توك، هتلاقي معظم الناس عارفاه، حول نفسه لكائن فضائي. شال مناخيره، قطم لسانه، شفت كل ودنه، ودهن نفسه ازرق، وحاطط بتاعها كده ليه لا، وحول نفسه لكائن فضائي عشان هو مقتنع ان هو كائن فضائي، مقتنع ان هو كائن فضائي. طيب هل الراجل، ما احنا كان في واحد عندنا بيقول ان رمضان جانا. ايوه يعني ما طلعش واحد من امريكا قال دول بتوع مصر ده طلع. وهتلاقي واحد بيقول لك انا المهدي المنتظر وحاجات عبيطه ده بيبقى فاللي عايز اقوله ان الناس فعلا ممكن يوصل بهم مرحله لدرجه الموت. انا مش بقول على كله، بس طبعا يعني مش كله طبعا يعني، بس ممكن يوصل بيه المرحله لدرجه الموت في التقليد. فده اللي انا شايفه، او الاهتمام او طلب الاهتمام ان يكون عموما بره عني. الترند بتاع الاكتئاب موجود بره مش جوه، لان انا شايف ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه كفيل ان هو يجيب لك اكتئاب. يعني هو انا شايف ان المجتمع اللي هو فيه، انا عايزك تجرب تنزل الشارع بعيدا عن ايجيبت والحاجات دي، جرب انزل الشارع وشوف مثلا في منطقه واحد بيتلعثم في الكلام، بيقول الكلمه غلط، شوفه في فرن عيش، تمام، هتلاقي الناس كلها بتتخانق معاه في الطابور، والراجل اللي بيتكلم اللي واقف في طابور العيش اصلا اللي شغال بيتريق عليه، واللي مش عارف ايه بيعمل ايه، واللي مش عارف ايه بيسوي ايه فيه، وفي المدرسه بقى او في الكليه، ده احنا مبهدلين يوسف حسن. فتخيل ان كل ده في المجتمع بتاعك بسبب، بغض النظر بقى، بسبب الجهل، بسبب مش عارف ايه، وهو مش عايزه اكتئاب. طب ازاي المجتمع بتاعنا فعلا الترند بتاع الاكتئاب مش ماشي عليه، مش ساير عليه، هو ساير عليه، هو فارض عليه الاكتئاب.
بس هو مش ممكن تكون حساسيه زياده؟ لا مش حساسيه زياده. بس هو كان رد كان زي ما عبد الله بيبص اقول لك ليه. اصل هو انت كده كانك بتقول مثلا انا يا عم دلوقتي راجل عندي حساسيه في صدري وتعبان فشخ وعندي برونكالازم، وانا وانت ماشيين في الشارع وانا يا عم جات لي الاتاك وقعدت كحه 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 كحه، فانت وانت ما حصلكش حاجه، فما ينفعش تقول اصل انت جات لك الاتاك ده بسبب الحاجات المحيطه بيك وبسبب المجتمع اللي حواليك. انت في مجتمع في امريكا، في مصر، في سويسرا، في المريخ، اللي عنده اكتئاب عنده حاجه فيه هو مش في المجتمع. يعني هو اللي عنده اكتئاب في مصر لو سافر امريكا هيبقى عنده اكتئاب، لو سافر اليونان هيبقى عنده اكتئاب، لان هو مشكله فيه هو يعني مش في اللي انت حواليه. شايف ان الاكتئاب، يعني انت شايف ان أنا بقولك أنا معاك. لا هو شايف ان هو يعني انت شايف ان الاكتئاب مش من الناس. الاكتئاب منك انت، من الشخص المكتئب. لا ده غلط، ده نظريه غلط تماما يعني. لا يا اسطى. لا الاكتئاب لا، بسبب تاثيرات خارجيه، لا مش بسبب تاثيرات جوه. يا اسطى هو نيورو ترانسميتر يا اسطى. يا اسطى لا لا نيورو ترانسميتر في دماغك في الاول والاخر. ماشي، ما هو الحاجات دي بتحصل ليه؟ يعني مثلا في ناس بيحصل لها اكتئاب لما بيتوفى لهم حد، في ناس بيحصل لهم ما هقول اكتئاب لك. لما الناس بتتريق عليه في التنمر. هقول لك يا عم تريجر على عيني وعلى راسي، التريجرز دي بتزيد ازاي؟ ما هو من ده المجتمع. تريجر لحد كده فيه مشكله. يعني ايه كده ما في انا هقول لك يا مشكلة؟ اسطى ان مثلا، ما انا هقول لك انت ممكن عندك مثلا واحد مثلا في عيلته الجين بتاع الكانسر كولون مثلا، إن هو مش هيجيله كانسر كولون غير لو هو اكل وحش او اكل معين، لكن انت ما عندكش الجين دوت، لو كلت الاكل الوحش دوت مش هيجيلك. أنا فالفكره معاك، في كده، أنا انت معاك. انا دلوقتي مثلا ما عنديش الجين وانت عندك الجين، وانا يا عم بتلعثم في الكلام وانت بتتلعثم في الكلام، احنا الاثنين رحنا وبتاع الفرن اتريق علينا وما اعرفش عمل ايه، انا مش هيحصل لي حاجه او مش هتضايق، بس مش هيجيلي اكتئاب ويبقى عندي مرض اكتئاب، لكن انت هيجيلك لان انت عندك حاجه جسديا او حاجه جينيا او ان كان اللي انت فيه مش في انا، الموضوع هيبقى اساسه فيك انت مش في صالح، مش في ماشي. المجتمع. بقول لك على حاجه كمان، هو فكره المجتمع. يعني هل الطبيعي ان حد يتريق عليك؟ لا ما انا طبعاً. هقول لك ساعتها بقى انت هتعمل ايه؟ لو انت رحت امريكا، انت عامل اللي عندك هيتريقوا الجين عليك بتاع برضه. الاكتئاب وما اتريقوش عليك، هتبقى عندك حاجه تانية هتحفز فيك الاكتئاب، لان ممكن، الاكتئاب مش حاجه عارف. فيك انت مش حاجه في المجتمع. اسمراني بس. اكيد في حاجه في المجتمع، جزء في انا المجتمع. شايف ان الاكتئاب سببه مش مشكله بيعدي بيها الشخص، عشان انت لو جيت نفس الشخص ده هتلاقي عدى بنفس المشكله دي قبلها او بعدها او اي لا حاجه يا اسطى، او كده، او هتحصل مشاكل تانية. خلينا بس ايه نتكلم ايه براحتنا كده عادي، ماشي، بس ما ناخدش الموضوع على صدرنا عادي. انا شايف اصلا ان الاكتئاب زي ما هو قال فعلا المشكله دي بتكون تريجر، ماشي، لحاجه اصلا هو كان متعلق بيها فعلا، حاجه حصلت له، حاجه فقدها او حاجه كان بيدور وراها ما لقاش المعنى اللي هو عايزه، او ما لقاش معنى الحياه عموما. يعني هو مثلا واحد اصلا كان متعلق بابوه قوي، فراح جه ابوه ده توفى، فهو اصلا حاسس من بعده ان مفيش معنى للحياه، ماشي. فاهم؟ فهو ده اللي بيجيب عنده اكتئاب. حتى اصلا انت لو دورت عند ورايا حد عنده اكتئاب هتلاقي فعلا هو بيحاول يدور على معنى حياته وهو مش لاقي، مش عارف يصل يكمل. يعني مثلا الراجل اللي انت قلت اللي هو بيروح يتلعثم في الكلام ويروح يجيب العيش ده، والتاني واحد بيتلعثم تاني برضه، الاتنين حصل معاهم نفس الموقف، واحد جاله اكتئاب وواحد ما جالوش. التاني اللي ما جالوش ده اصلا عنده سبب في الحل اللي هو يسعى عشانه او فاهم، وعنده مثلا عيال عايز يربيها، عنده حاجه بيسعى ليها كده، فهو ده عنده معنى في حياته، حتى لو كان معنى بالنسبه لك مش حاجه، بس هو بالنسبه له حاجه. انما التاني ده هيكمل، فاهم؟ هيكمل ليه؟ هو مش لاقي معنى اصلا في حياته او في اي حاجه عموما، وهو بيحاول يفهم ومش عارف. ماشي. فاهم؟ فهي دي هتوصله طبعا في الاخر ليه؟ لان مفيش حاجه فينتحر، فاهم؟ بس فانما مش اللي هو يمر بمشكله او حاجه بتاع يجيله اكتئاب، لا مستحيل طبعا. مش عارف انا بعدين انت- استطلاع من النظرة دي. فكرة تقبلك للناس برضو، يعني مثلا مش اي حد مثلا الناس هتقول له حاجه فيتضايق فيجيله اكتئاب، ده بالنسبه لي ضعف شخصيه مثلا. لو كل ما حد مثلا يقول لك انا قصير فتكتئب وتخش في اكتئاب وتعمل، انا عارف ان المجتمع حاجه زباله في حاجه زي دي، بس في نفس الوقت ويا سلام لو انت من ارياف كمان فالموضوع معاك هيتضاعف مليون مره. بس لا مش كل حد يقول لك كلمه خلي عندك، ما بلاش يبقى انت عندك اصلا. يعني انا شايف ان هو بيبقى هشاشه او شرخ جواك، فانت لما بتتعرض للمجتمع فهم بيدوسوا عليه اكتر. لكن انت لو طالع اصلا سليم او كويس، هو هيضايقك في ايه؟ انت اوريدي متقبل نفسك، هو هيضايقك في ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن اكون اكيد في حد فينا مر بالتجربه دي، مثلا كان اوفر ويت وكده، حد فينا يعني ايه عبد الله يعني فانت اكيد يعني اكيد هتسمع كلمات بتضايقك، اكيد مليون في المية هتسمع كلمات بتضايقك. عم اسمع بس- كلام بيضايقنا عادي. بس ما تسيبهاش ليك، يعني ما تسيبش حد مثلا اي حد ماشي معدي فقال لك انا باخ، لا
فاكيد مش هحافظ بقى باب على اوضتي واعيط والجو ده، لا انا يعني اكيد هو انا مثلا كنت بعمل ماشي، هو قال كده عشان هو متضايق ان انا احسن منه في حاجه، فهو شايف ان هو فاهم كده. فما تسيبش لو في شرخ جواك وسمحت للمجتمع ان هو يدوس لك عليه هيفشخه. لا يا عم انت باغي فعلا. لا حبيبي، فخد الموضوع ما تاخدش الموضوع فعلا ان انت في حاجه جواك وهتسمح للناس تدوس عليها. لا انت كويس، انت كويس زي الفل والله. مش ذنبك ان المجتمع مريض او حاجه، هو مش ذنبك، انت راجل، انت كلنا كويسين. بتكلمني انا كويس. لا يا عم والله انا كويس. ودي نصيحه للاهالي، طلعوا اولادكم يا جدعان كويسين يا جدعان، ما تحسوش ان هو ناقصه حاجه فهيطلع للمجتمع هيدوس عليه فعلا فيها. يعني المجتمع هيشوف الواد ده ايه اللي بيضايقه او ايه الحاجه اللي هو ناقصه عنده او حاجه بتضايقه فشخ، فاهم، وهيدوس عليه، يعني مش هيرحمه. طلعه راضي بنفسه، حاسس بنفسه يعني. تمام انا اتحمست بس شويه لا انا صح عايز اقول حاجه يعني برضه رد على اللي شرشر قال، اللي هو لو واحد لا شرشر لو واحد في امريكا هيتضايق مش يعني ممكن يعني هيبقى غالبا مش غالبا ما عندوش اكتئاب وغالبا ما اعرفش طب ما هو بنفس المبدأ دوت هتلاقي هنا في مصر برضه هتقسمها مجتمعات. يعني لو انا مثلا دلوقتي واحد مكتئب من الطبقه الغنيه، هتلاقي بتاع الطبقه المتوسطه بيقول ده بص يا عم ده مالوش حق ان هو يكتئب، ما هو من مجتمع من غير مجتمعي وده عنده كل حاجه وده من دول العالم الاول وما اعرفش من هو هنا في مصر. هتلاقي واحد من الطبقه المتوسطه مكتئب عادي وبيقول مش عارف ايه، هتلاقي واحد من الطبقه الفقيره بيقول له يا عم ده بص ده عنده مش من حقه يكتئب. واحد من الطبقه الفقيره هتلاقي واحد افقر منه، واحد من الافقر هتلاقي واحد افقر منه، واحد هتلاقي واحد دايما هتلاقي حد اسوأ منه شايف ان هو مش من حقه يكتئب. انا مش عايز اكبر الموضوع ونخش في فايت بيني وبين عشان ايه، بس الفكره اللي انا قصدي من دول العالم الاول مش الغنى، انا قصدي فيهم التعليم مش الجهل. الفرق بين الجهل والتعليم، مش قصدي الغنى، انا قصدي التفاهم. يعني انت دلوقتي صاحب الفرن ده على عيني وعلى راسي، بس هو مش عارف حوار الجينات، مش عارف ان في ناس جيناتها يعني ليها قابليه اكتر على الاكتئاب من الاخرين. مش المدرس اللي في الفصل مش عارف ان في من 40 واحد مثلا 10 منهم ممكن يجي له اكتئاب من كلمه ان هو قال له يا شيكه او قال له اسود او فهناك عارفين الكلام ده اكتر مننا. ده فكره الفرض، انت قلبت الموضوع لفلوس ومش عارف ايه، بس هو المجتمع عايش حياه احسن، هو مش شرط فلوس. لا ما الاحسن دي معناها ان انا قصدي فكره التعلم، ان هو عارف وفاهم فكره، لكن هنا الناس مش عارفه. الناس بره حتى عارفين مصطلح التنمر. مصطلح التنمر ده مثلا انا اول مره اسمعه بجد وانا في ثانوي، من ثالثه ثانوي كده، اللي هو انت الاول كنا بنقولها تريقه او بهزر معاك، بعد كده لما دخلنا ثانوي بقول لك ده متنمر. فعلا المصطلح كان جديد علينا يعني. فالمجتمع فعلا ممكن يكون مدركين الحته دي، بس برضه مش مبرر ان هو يكتئبش يعني. بعد ما اتكلمنا عن ازاي تعالج او تتعامل مع شخص قدامك عنده حاله اكتئاب او جه يقول لك ان هو عنده حاله اكتئاب، يعني لازم تبقى فاهم حاجه معينه وانت داخل على واحد او داخل على اكتئاب او واحد داخل عليك بيقول لك ان انا مكتئب. اول حاجه ان الاكتئاب في مصر صعب جدا، يعني انا ما اعرفش حته تانية يعني، فانا بتكلم على مصر. فالاكتئاب في مصر صعب جدا. اول حاجه انت لازم تبقى غني علشان تتعالج، لان الدكاتره فلوسهم كتير. يعني في كشف الدكتور نفسه شفته 1200 على بتاع ممكن، وغير ان هو ممكن يكذب عليك ويقول لك انا هحجزك في المستشفى الخاصه بتاعتي او تروح العباسيه بقى ومش عارف ايه وتتفشخ، فاهم؟ اللي بيخش هناك اصلا سليم بيطلع مش سليم. فالموضوع بيبقى فعلا العلاج صعب جدا في مصر. تاني اكبر مشكله ان الاكتئاب ده بيز كده لمشاكل اكتر بكتير، اخرها خالص بعد الشر يعني الانتحار، بس اسهلها الامراض النفسيه التانية زي الوسواس القهري وزي الشيزوفرينيا وزي الحاجات دي كلها. فالموضوع فعلا خطير. فلما حد يحس ان هو داخل على اكتئاب يلحق نفسه، والحد داخل عليه بيقول له انا مكتئب يدي الموضوع اهميه حتى لو هو شايف ان هو بيتدلع، اكذب عليه عادي مش مشكله في الحاجات اللي زي دي. فدلوقتي كل واحد يقول هو شايف الموضوع ازاي وازاي يعالج، يعني يقلل من نسبة ان الناس اصلا يحصل لها كده، فاهم؟ ومفروض الواحد يعمل ايه عشان يخلص من نفسه في الحوار ده. لو قصدك يحاول ازاي يقلل الموضوع، اللي في ايدي وفي ايد الناس هو التوعية المجتمعية، ان انت تعرف الناس زي ما انت قلت ان المجتمع في امريكا انت حاسه صعب فيه يبقى حد عنده اكتئاب، ولو حد بيعمل كده هو غالبا عنده مشكلة اكبر او عنده او بيحاول يقلد وبتاع، لان هم واعيين وعندهم وعي. فالتوعيه وانك تعرف الناس فعلا ان تحاول توصل ان بتاع الفرن اللي احنا كنا بنتكلم عليه دوت يبقى فاهم ان اللي هو بيعمله دوت ممكن يتسبب للناس في مشاكل كبيره، ويبقى فاهم ان هو ان الناس مش زي بعضها،
زي ما انا ممكن شويه دخان سجاير يتعبوني ويكحوني ويقعدوني في البيت اسبوع، مش هيخلوك انت يحصل لك حاجه مثلا عشان انت جيناتك احسن، الصدر بتاعك احسن. هو كذلك برضو الامراض النفسيه، اللي لو الصدر بتاعك احسن دي الصدر بتاعك احسن. المهم ان الناس تبقى واعيه ان الناس فاهمه مش زي بعض، ان الكلمه مش هتاثر فيها هتاثر في غيري، واللي مش هتاثر في غيري هتاثر في غيره، واللي مش هتاثر في غيره هتاثر في غيره. وان الناس عندها عموما تبقى عندها كده زي ما احنا بناخد اسعافات اوليه، انك ازاي مثلا لو لقيت حد في حادثه مش عارف تعمل مثلا في الصناعه مش عارف ايه، انك لو حد باين عليه اعراض الاكتئاب وانت باين نتعلم ازاي نتعامل معاه لحد ما يوصل لشخص مختص. علشان الموضوع لما يبقى متساب كده في العايم واحنا عندنا 4 اهو كل واحد قال لك حاجه، ممكن يبقى احنا 4 غلط، والتعامل مع شخص مكتئب يبقى بحاجه 5 اصلا. فالصح ان احنا نوعي الناس ونحاول الناس على التعلم، سواء انت عندك حاجه معلومات تقولها، ويبقى في هيئه منظمه ومختصه بكده توعي الناس، لان اهم حاجه فعلا هي التوعيه. ودوت النص المجتمع يعني. النص بقى الشخصي، انت لو انت عندك اكتئاب ازاي تخرج منه، دي يبقى انا ما اقدرش انصحك فيها، لاني حاسس النصيحه بتظلم اللي عنده اكتئاب، لان انا مش مكانه وانا مش فاهمه ومش شايفه. وحتى لو 2 مكتئبين دوت عنده حاجه ودوت عنده حاجه، ما ينفعش حد ينصح حد. انت الاهم والاحسن من انك تشوف نصيحه من واحد في فيديو على يوتيوب، يعني انك تشوف نصيحه من دكتور مختص. بس يعني لو حاجه عامه كده، انك بس اللي انا حتى بحاول افكر دايما بنفسي ان دوام الحال من المحال. انت دلوقتي في فتره سيئه في حياتك، محاط بالناس بتتريق عليك او بسبب او بتقول او زي ما عبد الله قال لك في شرخ فيك هم بيوسعوه بتاع. دوام الحال من المحال زي ما قلت لك، الناس دي هتتغير، الوقت هيعدي. المشكله اللي انت فيها حتى لو فقد حد عزيز عليك، انا اكيد متفاهم ان حد عزيز انت مش هتبقى متخيل الحياه من غيره، بس مع الوقت انت هتتقبل الفراغ اللي هو سايبه. مش هقول لك ان في حاجه هتملاه، بس انت هتتقبل الفراغ ان شاء الله. بس يعني وحتى لو ما بقولكش ارجع تاني زي الاول، بس على الاقل اتحرك من الحته اللي انت فيها دلوقتي، دوت هيبقى نجاح كفايه يعني، انك تتحرك من المكان اللي انت فيه، ما ترجعش زي الاول، بس التحرك في حد ذاته هو نجاح كفايه. بس يعني لو عليا انا زي ما قلت طبعا زي ما قال عبادي في فكره التعلم ده مهم جدا جدا جدا، والتوعيه، نشر التوعيه ده اهم حاجه. حتى لو هتعمل بوسترات كده تعلقها في الشارع، تعرف الناس ان الموضوع ده عادي، وان الموضوع ده مرض موجود بجد، وطرق التعامل معاه ازاي، والاعراض، تنشر الاعراض. لو حد يا جدعان عنده الاعراض دي يا ريت يروح لدكتور مختص او كده. بمناسبة الحاجة، انت عارف ان مفيش ولا بوستر من الحاجة، حتى احنا في كلية الطب مفيش ولا بوستر بتوع الكتاب. يعني في السرطانات، ليه، في السجاير، في الحشيش، في كل حاجة، بس مفيش الكتاب. انا ماشي، انت عمرك شفت انا دلوقتي بوستر؟ متقبل الوضع، عشان علم النفس يا اسطى لسه بينمو، لسه في بداياته ماشي. بس اعتقد بعد 100 سنة هيكون الناس عندها وعي بالكلام ده، اعتقد يعني، عشان احنا برضو لسه فاهم بننمو كده. بس واهم حاجة زي ما قلنا طبعا اللي هو ايه، نشر التوعية المجتمعية. ولو هنصح انا بقى هنصح حد، اقول له اول حاجه طبعا اروح لطبيب مختص. انما لو عايز نصيحتي انا دلوقتي، اقول له لو انت ما عندكش معنى في حياتك، او مش عارف انت عايش ليه، او عايش بدون سبب، حاول تخلق معنى في حياتك، معنى ديني بقى، معنى انساني، معنى اي حاجه، غلاف فاهم؟ يعني حوالي. ايوه، تحاول توجد سبب لحياتك، حتى لو السبب ده مش منطقي بالنسبه للناس، بس هو منطقي بالنسبه لك، عيش عشانه وكده. حتى لو فاهم، لو هتعيش عشان قطه معاك في البيت، هتعيش عشان تربيها وتاكلها وبتاع، تسقي زرعه في البلكونه. طب ممكن ارد عليك لو انا مكتئب مثلا، اقول ماشي. لك كل الحاجات دي بالنسبة لي متستاهلش ان انا اعيش عشان. ما انا بقول لك حاول تخلق معنى بقى. يا ساتر. اخلق ازاي معنى؟ يا ما ساتر تقولش الله. الجملة من غير ما توضحها. ما هو يعني ايه اخلق ما معنى؟ هو يعني ايه اخلق معنى؟ انا عارف معناها، بس يعملها ازاي؟ ما انت عارف، انا بتصدق. انا عارف انا عارف المعنى، بس مش عارف الكيفية. المكافاه دي بقى الدكتور النفسي اللي ايوه دكتور، بص صدقني انت لا، ما بص. جربتش تروح لدكاتره نفسيه، انا ما أيوة. جربتش برضه عشان هذا ومش عيب مش عيب، بس الفكره مش عيب والله، بس انا قصدي بس انا يعني. عايز تصاميم انا كده. انا رحت لدكتور نفساني قبل كده، تمام. والله رحت مع صعب. هل افادك في حاجه؟ بس وكلمت دكتور نفساني قبل كده، هل ليهم افاده فعلا؟ بامان اعتقد لا. انا برضه اعتقد لا، عشان كده ما تروحش لدكتور مختص. لا، والله لا، العظيم، لا. والله العظيم ما تروح اعتقد لدكتور لا، مختص. بس اقول حاجه، انا بعد ما انا اتخصصت برضو ما بعيبش عليهم، عشان لسه زي ما قلت لك علم النفس لسه بينمو، لسه في بداياته.
بس ممكن بعد 100 سنه عيب عليهم، يعني لو احنا فضلنا في نفس المكان ده وما اتحركناش منه، يعني اعتقد ان انا عيب عليهم يعني، عشان احنا كده يبقى احنا مهملين الموضوع. بمناسبه يعني الدكتور مختص، انا اعرف حد شخصيا اعرفه كويس وكان عنده مشاكل كتير، ولما راح لدكتور نفسي اتحسن جدا. انا اعرف كذا مثال انا وما اتحسنش. انا اعرف كذا مثال وما وعلى اتحسنش. حسب برضه على حسب مش على حسب الدكتور، هو حسب لا الشخص. على حسب المرض ذات نفسه، على حسب نوعية المرض. فيها مرض ممكن تعالج بسهولة زي الاكتئاب، اعتقد الاكتئاب لو في الاول ممكن يتعالج بسهولة جدا، انما امراض زي الشيزوفرينيا اسمها ايه، الوسواس القهري، الحاجات دي اعتقد صعب ان هي تتعالج. تجربتي فعلا مع دكاتره نفسيين فعلا كانت كويسه، مش انا برضو والله. يا عم عادي، يبقى انت احنا قلنا يا عادي. جدعان أنا انا عادي، بتكلم عادي. مش على الثيرابيست، انا مش بتكلم على الثيرابيست لا، اللي انت لا، بتروح تقول له انا دكتور مخنوق. نفسي، دكتور انا بتكلم نفسي. على الادويه والحاجات اه والكربمازول والحاجات بالعكس، دي، فاهم؟ الحاله اللي هو أنا كان معرفش صراحة لا الحاله اللي كان بيتابع بيها ده اقتنع برضه ان الادويه هي اللي مسببه له المشكله، فلما بطلها ساءت معاه المشكله اكتر. ما عشان دي ادويه ليها ادابت، والله ما ليها أعرف بقى، ادمان بس كبير جدا يعني. عموما كل تعاملاتي مع الناس اللي انا اعرفهم اللي راحوا للمرضى نفسيين، اكتشفت حاجتين: ان اسهل امراض تشفيها الوسواس القهري قصدي الشيزوفرينيا والحاجات الكبيره اللي هي مرض تعدد الشخصيات، ده غير الشيزوفرينيا وثنائي القطب، دي اسهل امراض عشان تشيل واضحة واضحه وظاهره. لكن ان انت تخفي الاكتئاب والوسواس القهري اللي هم اصلا البيز بتاع الامراض كلها صعب جدا، ممكن تاخد فتره كبيره جدا. واقول لك على حاجه، اقول لك الحوار الشيزوفرينيا خلاف الاكتئاب ده ماشي. فاسهل حاجه او اضمن حاجه انا شايفها دلوقتي للمكتئب ان هو يتكلم مع الناس. ماشي يا عم، بص الدقيقتين بتوع الشيزوفرينيا عشان بجد وسعت مننا يعني. ماشي. اقول ايه بقى؟ بص، هو امن حل فعلا حوار التوعيه المجتمعيه، بس انا مش هراهن على المجتمع كله بصراحه، لان صعب فشخ انك تراهن على المجتمع كامل. ابدا بدايرتك الصغيره، البيت، وبعد البيت صحابك القريبين. مش انت اللي هتعمل كده، المفروض اصلا حد مخصص يكلم اهلك او يجيبهم، حتى يكلمهم، يكلم صحابك اللي هو في مشكله هنا ولازم نتعامل معاها بطريقه معينه، لازم حد نتقبل شعوره، ما نستهزئش بشعوره، نفهم هو بيحس بيه وكده. فانت بتراهن على المجتمع الصغير حواليك، لان فعلا لو راهنت على المجتمع الكبير فاحنا قدامنا فعلا ولا 20 سنه ما نعلم الناس دي كلها تاني تعليم اساسي واعدادي وثانوي وبعد كده. راهن على الدايره الصغيره بتاعتك الاول، اهل صحابه كده، وحتى نقيهم، حتى لو انت بيضايقوك كده نقيهم والله بجد، ما تتهاونش في حقك في الموضوع ده، ما تخليش حد يستهزئ بيك يعني. تاني حاجه والله بجد، ما يعني اعتقد مثلا لو حد اصلا مكتئب مش هيكون بيتفرج على الحلقه دي حرفيا اكيد. فممكن اللي بيتفرج هو حاسس ان هو متضايق مثلا، حاسس ان هو متضايق، حاسس ان هو او مخنوق. واحد يعرفه حاسس ان هو متضايق او مخنوق وكده. فوالله لازم يعني كلنا كويسين. الموضوع بيبدا مع عندي بالنسبه لي، انا ما اعرفش، مش واعي قوي قد كده بالموضوع، بس انا بالنسبه لي الموضوع بيبدا بفكره تقبل نفسك. والله لازم انت كويس شكلا، كويس ماديا، كويس اجتماعيا، انسان محبوب، دمك خفيف، عادي، تقبل الفكره دي. يا عم حتى لو دمه تقيل يا عم لا، كلنا اصلا حتى لو 200 كيلو عادي يا عم انت بقول لك كلنا كويسين، حتى لو رفيع عادي، انت كلنا كويسين، ما تخليش قصير طويل اي اقنع نفسك انك كويس عشان ما تديش لحد فرصه ان هو يحط عليك. يعني خليك سوي نفسيا، حتى لو انت عندك عيوب اشتغل عليها. يعني اكيد كلنا اشتغلنا على حاجه مضايقانا، اشتغل عليها. وانت العب جيم، الحاجات دي، العب رياضه فعلا، الحاجات دي بتحسن مودك، الحاجات دي فعلا بتعالج الحاجات الصغيره. فانا مش هتكلم على الحاجات الكبيره لان دي فعلا عايزه مختص. ايه، قرب لربنا شويه. قرب لربنا واعرف شخصيتك، ابدا اقرا، ابدا افهم الدنيا شويه، خلي مداركك واسعه، بتفهم الدنيا، متقبل اراء الناس كلها، متقبل الاختلاف. تقبل الاختلاف فعلا هيفهمك ان الدنيا كلنا مش شبه بعض، وتقبلنا الحياه مش شبه بعض، فعادي انت هتبدا تحس انك راضي عن نفسك. تمام. طيب عايز كل واحد يقول نصيحه واحده بس، هيقول لو قدامه نصيحه واحده بس يقولها للشخص المكتئب، هيقول له ايه؟ هقول له ان زي ما قلت دوام حمل المحال. الشيء اللي انت حاسس ان هو السبب الاساسي في الحاله اللي انت فيها ديت، انت مش بقول لك هتنساه، لان انا برضو حاطط المثال الاساسي اللي في دماغي فقد شخص عزيز يعني. بس زي ما قلت لك، انت الفراغ اللي الشيء اللي بيمثل لك حاجه كبيره دوت هيسيبه، انت مش هتملاه، بس هتتقبل وجوده. انا الجمله دي سمعتها من حد يعني كان فقد حد عزيز عليه وعجبتني جدا، اللي هو ان الفراغ انت كانك قاعد في اوضه دايما متعود ان يبقى فيها مثلا 4 اشخاص، في شخص فجاه ما بقاش موجود، فانت تحس دايما بغيابه، بتحاول تملى غيابه، ولما تفشل هتحس ان بقى العادي ان الحته دي فاضيه، وانت شايلها في نفسك للشخص دوت، ومع الوقت هتتقبلها.
ومش بقول لك انك زي ما قلت مش هتتحسن بنسبه 100%، مش بقول لك ارجع زي زمان بالظبط، لان احنا دايما ما حدش فينا بيبقى زي زمان. انا مش زي من سنه، مش زي من سنتين. ممكن نفسيتي اسوأ، نفسيتي احسن، ايا كان. لكن ما حدش ما تحطش بس في دماغك ان انا عايز ارجع سعيد ومبسوط وبضحك زي زمان، ان كده كده مع الوقت مع السن الطبيعي انك المسؤوليات لما تزيد والدنيا لما تبقى اصعب انت مش هتبقى مبسوط زي زمان. بس بالراحه على نفسك يعني، وحاول بس تتحرك من مكانك لو انت فعلا في قلب الاكتئاب وفي قاع الاكتئاب. التحرك حتى لو بحاجات بسيطه جدا 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 هيبقى كافي. يعني انت لو بتقعد في البيت وقافل النور على نفسك ومتضايق، افتح النور، انزل اتمشى 5 دقايق. لو تقدر تشتري حيوان اليف زي ما كان، دي حاجه جميله جدا اعتقد. خلي فيه اي حاجه بسيطه بسيطه قوي حواليك، لان التقدم خطوات بسيطه هو فعلا النجاح الحقيقي. بس يعني النصيحه تبقى خطوات بسيطه. تمام. انا لو عندي نصيحة اقدمها لحد عنده كتاب بجد يعني، ان اول حاجة يعملها ما يسلمش للموضوع، وما يسلمش الافكار اللي بتجيله، لا زي افكار الانتحار وان مفيش حد مهتم بيه. لا، في اكيد في ناس بتحبك، وفي ناس مهم مهم وجودها بالنسبة لهم يعني، وجودك مهم بالنسبة لهم، وناس عايزاك معاهم. فانت ما تسلمش عشان الناس دي، وحاول تاخد زي ما عبادي ما قال حتى لو خطوة بسيطة. رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة، وعافر وحاول مرة و2 و3 انك تخرج من الوضع ده. بس زي ما قلت لك عشان في ناس بتحبك واحنا بنحبك، ورب تكون كويس دايما. نصيحة واحدة هتقولها لو حد مكتئب؟ انت كويس، بس والله انت كويس. العب، انزل الجيم، العب رياضه، خد خطوات في الموضوع ده. انا مش بتكلم عن حد مكتئب بقى كتاب حد فعلا وعايز ياخد ادويه ويروح للمختص، بتكلم عن حد زعلان او متضايق من حاجه والموضوع طول معاه بجد. لا، ابدا شوف الحياه بصوره تانية. ابدا شوف ايه اللي مضايقك وافهم شعورك، افهم انت ليه متضايق. حاول على الاقل تقعد مع نفسك كده وتفهم انت ليه متضايق، ليه الحاجه دي بتضايقك، وافهم نفسك وافهم الشعور ده وما تراكمهوش جواك. لا، تقبل الشعور وواجه حزنك وعيش اللحظه. هتفهم ان انت زعلان من حاجه، لما تجيلك تاني بعد كده هتتقبلها عادي وهتتقبل الموضوع. وافهم ان الدنيا مختلفه، واللي بيضايقك غير اللي بيضايقني، غير اللي بيبسطك غير اللي بيبسطني. افهم اراء الناس، افهم ان الدنيا مختلفه، محدش فينا شبه التاني. بس وعلى المستوى الشخصي حاول تحب نفسك بقى. العب جيم، العب كوره، العب اي حاجه، البس كويس، خلي ريحتك كويسه، خلي الناس كويسه. هتبدا تحب نفسك وتتقبل نفسك. انا مش بتكلم كده والله، لازم بقول لك انك معفن، بتشتغل على نفسك هتحس ان المجهود فعلا، المجهود لما تعمل حاجه تفرحك انت بتفرح بجد والله. انت بتعمل حاجه حلوه كويسه انت نفسك بتفرح. انت عسلية يا عبد الله حبيبي والله. بما اني هقول اخر حاجة بقى، فاللي ما يعجبوش رأيي مش مهم خالص يعني. احنا عملنا فيديو قبل كده اسمه مصلحتك والقبر، كان الموضوع مختلف تماما يعني، بس انا شايف ان الفعل اللي انت المفروض تاخده دلوقتي هو فعلا مصلحتك. تفكر في مصلحتك اهم حاجة. ان شاء الله لو هتلزق لاي حد بس تطلع منه ان انت نفسيتك تتحسن، اعمل كده. ان شاء الله لو هتقعد يعني معاك مثلا فلوس معينة كلها هتصرفها على ان انت تسافر او تهدي من روحك، اعمل كده. اهم حاجة مصلحتك في اللحظة دي فكرش غير في مصلحتك بس. وانت فعلا حلو، وعلى رأي عبد الله يعني، وبنحبك على رأي الكيلاني، وخد اي خطوة على رأي عبادي. المهم ان انت تتحرك. ويا عم لو ما عجبكش الموضوع وعايز تحكي، احكي لنا يا عم، خش ابعت لنا على الانستجرام كومنتات. لا كومنتات انت هيفضح نفسه هيفضح نفسه في الكومنتات. خش احكي لنا وانا هحكي لك مشاكل عبد الله، والله العظيم هتحمد ربنا على اللي انت انا فيه. ماسك قد الانستجرام اصلا. احكي لي يا باشا ونفضفض مع بعض عادي. خش عندنا في اي حاجه واحكي لنا عادي، ما عنديش مشكله. بس لو اتشهرنا ما انسى انسى مش هنرد اكيد. ماشي يا وليش اللي ما نزلش صاحبه حرام. انت بتقول ايه يا عم؟ عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. So please subscribe, whatever.